غدا سهل وبسيط وسريع. بطنجة على النار حطيت شوية زيت نباتي وفيكن تستبدلوا بزيت الزيتون. نزلت عليه بصلة متوسطة مفرومة وقلبتها لحتى تدبل. وبعدها عندي هون رز وعدس، تقريبا العدس تلت كمية الرز، من تلت لنص كميته. طبعا غسليتن كتير منيح، حطيت ملح فلفل أسود وكمون. فيكن تخففوا الملح وتزيدوا كمان مكعب مرقة دجاج، بس هيدا اختياري يعني. قلبتن مع بعض كتير منيح لحتى هيك يتغلفوا بالزيت شوي، وبعدها ضفت المي تقريبا لازم يكون مستواها فوق مستوى الرز بالضبط، فما تزودوا عن هيك عشان ما يخبص معكن. وغطيت على الطنجرة على نار عالية لحتى تغلي، وبعدها هديت النار لحتى تنشف المي، وبعدها نقلتها على أصغر عين على الغاز لحتى يستوي. وبس استوى سخنت شوية زيت بمقلية على جنب وضفتن فوق الكشري، وغطيت على الطنجرة وتركتها على جنب شي ربع ساعة، وبعدها بقدمه. كتير طيب بهالطريقة، جربوه. نحن بالعادة بلبنان المجدرة بنعملها بالعدس البني، بس جربوها بالعدس الأصفر كتير طيبة. وبطنجرة على النار حطيت بطاطا مقطعيتها بهيدا الشكل على شكل ويدجز، وحطيت معها نقطة خل ورفعتها على النار حتى تبلش تغلي. وبس غليت هديت النار لمدة 6 دقايق، يعني سلقتها 6 دقايق مش أكتر. صفيتها كتير منيح، وبعد حطيتها بالإير فراير مع شوية زيت، ملح، بودرة ثوم، بودرة بصل، بهارات بطاطا، شوية حر فلفل أسود وبابريكا. فركتهم كتير منيح وبعدين حطيتهم بالإير فراير على حرارة 210 لمدة نص ساعة تقريبا. كل شوي والتاني بقلبهم. طبعا فيكن تعملون بالفرن عادي. زينتهم بشوية كاتشب، شوية صوص الثوم، وهيدا اختياري. وكمان قليت فليفلة، بس قليتهم بالزيت بصراحة. وكمان باذنجان، وحطيت عليهم فلفل أسود وملح. بالنسبة للفليفلة لازم تفختوها قبل ما تقلوها. وقدمتن. غدا سهل وبسيط، لازم أعمله كل فترة. فيكن تقدموا جنبه كمان اللبن وكبيس. أنا قدمت لبن والبطاطا، ومثل ما قلتلكن فليفلة وباذنجان مقلي. وجبة سهلة وبسيطة واقتصادية بدون لحوم. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. إذا عجبكم ما تنسوا اللايك والاشتراك بقناتي وتفعيل الجرس ليصلكم إشعار بكل فيديو جديد بينزل على قناتي. إذا حابين أعملكم أي وصف اكتبوا لي بالتعليقات. بشوفكم فيديو تاني بإذن الله قريبا. صحتين على قلبكم. سلام.